علاش العالم ديال الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا فيهم هلال ونجمة، ولكن المغرب فيه غير نجمة؟ يقال أن الدولة العثمانية العلم ديالها كان هلال ونجمة، وبما أنها كانت فرض السيطرة ديالها على الدول المغرب العربي، مع الوقت ولات النجمة والهلال كتظهر في الأعلام ديال هاد الدول، إلا دولة المغرب، لأن هي الدولة الوحيدة اللي بقات خارج الحكم العثماني. كون ماكش عارف روحك بلاك تشكل، كون ماكش داير بافيت مغطي وجهك كيما دامو ليسونسيال. ما تنخلعوا ما والو خوتيا، هذا بحد ذاته اللي قال لهم سيدنا الملك حبسات به طياره في السماء، نزل في السماء بزق في الريزرفوار تاع الطياره تعمرات بالكيروزان. سبحان الله العلي العظيم. زاد خرج لنا بحكايه دروك، قال لك هذا العلام وهذا العلام وهذا العلام وهذا العلام يشبهوا لهذا العلام، ولكن علاه ما قلتش باللي هذا العلام هو اللي يشبه لهذا العلام. احنا على الاقل اذا كان العلام تاعنا يشبه لتركيا راها دوله مسلمه، ولكن انتم العلام تاعكم راه يشبه لشبه دوله سياتي يوم وتمحى، وستمحون معها اذا مشيتم في خطيها. زيد بلا ما ننسوا طبعا انه كاين بعض الدول اللي ما كانش عندها تاع علاقه بتركيا وفيها الهلال والنجمه. كيف ان التاريخ لم يذكر هذه الاشياء؟ باسكو احنا نعرفوا بلي لازم نتعلموا من التاريخ، التاريخ هو اللي يقول لنا شا صرا وشا ما صراش، ولكن نتوما كل ساعه تخرجوا بحكايه جديده. والله العلي العظيم لا تشوفوني هاكا نرد عليكم ونجرجر فيكم ونبهدل فيكم وكاع، ونفس الشيء بالنسبه للجزائريين. بصح والله العلي العظيم وتبغي تصرى لكم كاش حاجه ولا تطيحوا في كاش مشكله، غير تلقونا احنا الوالو، ما نبغوش تصرى لكم حاجه، باسكو كنت تروحوا نتوما قسما بالله ما كان اللي يزيد يضحكنا في هذه الدنيا، قسما بالله.